تخيل تدخل مستشفى، تكون تعبان وخايف ومستني حد ينقذك، لكن الحقيقة الشخص اللي بيبتسم في وشك وبيقول لك هتبقى كويس هو نفسه اللي بيقتلك ببطء. اسمها إيمي، ممرضة وأم عزباء، عندها بنتين، بتشتغل شفتات طويلة جدا، مش عشان الفلوس بس، لكن عشان التأمين، لأن قلبها حرفيا ممكن يقف في أي لحظة. كل يوم بتشتغل وهي مرعوبة، مش على نفسها لكن على بناتها. وفي يوم يظهر في حياتها شخص اسمه تشارلز، هادئ لطيف دايما مبتسم، بيساعد الكل، يساعدها في الشغل، يقف جنبها لما تتعب، حتى بيروح معاها البيت ويساعدها مع بناتها. بالنسبة لإيمي هو مش مجرد زميل، هو الأمان، هو الشخص الوحيد اللي تقدر تعتمد عليه. لكن فجأة حاجة غريبة تبدأ تحصل. مرضى يدخلوا المستشفى بحالات بسيطة وبعد ساعات يموتوا. التشخيص: سكتة قلبية مفاجئة. مرة، 2، 3، عدد الحالات بيزيد بشكل مش طبيعي. الدكاترة مستغربين، الممرضين قلقانين، لكن مفيش دليل. الشرطة تبدأ تحقق، وبعد فحص طويل يكتشفوا حاجة مرعبة. أكياس المحاليل فيها مواد مش المفروض تكون موجودة، زي الإنسولين والديجوكسين، مواد ممكن توقف القلب بسهولة. لكن السؤال الأهم: مين اللي بيحطها؟ المحققين يوصلوا لإيمي ويقولوا لها إحنا شاكين في تشارلز. إيمي تضحك، تفتكرهم بيهزروا، لكنهم يكملوا: اشتغل في 9 مستشفيات، وكل مرة يمشي الوفيات تقل. هنا الصدمة تبدأ. إيمي ترجع تراجع النظام، تلاقي حاجة مرعبة. تشارلز كان بيطلب أدوية المرضى مش بتوعه، وبعدين يلغي الطلب عشان محدش يلاحظ. كان بيشتغل في صمت وبذكاء مرعب. الشرطة تطلب من إيمي تساعدهم، يحطوا لها جهاز تسجيل وتقعد معاه كأن مفيش حاجة في مطعم هادي. هو قدامها نفس الابتسامة، لكن دلوقتي هي عارفة الحقيقة. تبدأ تسأله بهدوء: ليه يا تشارلز؟ في الأول ينكر، لكن مع الضغط صوته يبدأ يهتز، وشه يتغير، وبعدين يقول الجملة اللي صدمت العالم: أنا عملت كده عشان ما كانش في حد بيوقفني. في اللحظة دي كل حاجة انتهت. تم القبض عليه، واتكشف إنه قتل مئات المرضى، ناس كانت بتثق فيه، وهو كان بيبتسم في وشهم قبل ما يقتلهم. وأخطر حاجة إنه ما كانش وحش واضح، كان ألطف شخص في الغرفة.